يا صباح الورد والفل والياسمين على عيون الحلوين. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الكيكه الاسفنجيه بالدقيق العادي بطريقه سهله جدا ومضمونه 100%. ان شاء الله هتعجبكم، وهنعرف كمان تكتها وتفاصيلها مع بعض. ولو الكيكه الاسفنجيه بتهبط معاكي او بتبقى ناشفه او التسويه مش مظبوطه او بتهبط معاكي، يبقى الفيديو ده لازم تسمعيه للاخر. وهاقول لكم على تكات يمكن أول مرة تعرفيها علشان تطلع معاكِ مضبوطة وطرية وطعمها جميل جدًا، جدًا، وإن شاء الله لمّا تعرفي الملاحظات هتطلع معاكِ مضبوطة من أول مرة. ويالّا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا مع بعض، بس الأول نسمي الله ونصلي على رسول الله. وفي الأول هنقول المقادير بتاعتنا عبارة عن إيه. أول حاجة عندي هنا كوبايتين إلا ربع من الدقيق، كوباية من السكر الحبيبات، تلت كوباية من المية الساقعة المتلجة، 3 معالق كبار من النشا، 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ومعلقة كبيرة من الخل، و2 ورقة فانيليا، وبيكنج باودر هناخد بس نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وعندي كمان محسن جل بونو من شركة المتحدة جميل جدا جدا، هاخد منه معلقة كبيرة من كيس المحسن الجل ده. وعندي كده في الآخر رشة صغيرة من الملح بين صوابع كده من الملح. ويلا بقى بينا نشوف الطريقة بتاعتنا احنا هنعمل ايه النهاردة. هجيب طبق عميق وهحط فيه الأربع بيضات، وطبعا زي ما احنا عارفين البيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. وهضيف عليهم 2 باكت من الفانيليا، وطبعا ممكن تستعملي معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة لو مش عندك فانيليا باودر. الإضافة اللي بعد كده هنضيف الدقيق، وعندي هنا زي ما قلت لكم كوبايتين إلا ربع من الدقيق. وأنا هدخل الدقيق بالشكل ده زي ما انتم شايفين، علشان احنا لما بندخل الدقيق كذا مرة بيدي طراوة للكيكة وبترتفع معانا. وطبعا أنا معايا الدقيق بالكوباية العادية زي ما انتم شايفين كده معايا يا حبايبي. طريقتنا النهاردة بنضيف كل المواد مع بعضها، ما بتاخدش مننا أي وقت خالص، وبتطلع ناجحة ومظبوطة 100%. دخلنا الكوبايتين إلا ربع من الدقيق، وهنضيف عليهم ذرة صغيرة كده من الملح، حاجة كده ما بين صوابعنا. وعندي هنا كمان كوباية من السكر الحبيبات، مش سكر بودر، لازم يكون سكر حبيبات. وهنضيف عليهم كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وكمان هنضيف الثلاث معالق كبار من النشا. وهنضيف كمان معلقة كبيرة من الخل الأبيض، والخل الأبيض بيساعد على طراوة الكيك وكمان بيضيع زفرة البيض معانا. وهنضيف عليهم كمان تلت كوباية من المية الساقعة المتلجة، لازم تكون مية ساقعة متلجة. والإضافة الأخيرة عندنا هنا معلقة كبيرة من المحسن الجل. والمحسن الجل بنجيبه من العطار أو من مستلزمات الحلواني، بس أنا سبحان الله يومها دورت عليه ملقتوش، ولقيت صديقة ليا هي اللي جابت لي الكيس ده، ربنا يجازيها كل خير يا رب، إنسانة محترمة جدا. هي اللي جابت لي كيس المحسن الجل ده. ومعلومة يا بنات عن محسن الجل، شايفين لونه عامل ازاي؟ شفاف. لو لقيتي المحسن الجل لونه ابيض اوعي تستخدميه، لازم يكون لونه شفاف باللون ده زي ما انتم شايفين كده. حطيت المحسن الجل وهجيب المضرب الكهرباء بتاعي، وبالمضرب الكهربائي بتاعنا هنضرب على اعلى سرعة مدة ما تقلش عن 10 دقايق. الوصفة بتاعتنا دي ما ينفعش معاها المضرب اليدوي، لازم نستخدم فيها المضرب الكهربائي. هنضرب كده كل المكونات مع بعض مدة ما تقلش عن 10 دقايق. وطبعا زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اللون بيتغير تماما زي ما انتم شايفين اهو، وبيبقى فيه فوليوم عالي كده، وطبعا حجمها بيتضاعف بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وطبعا في الوقت ده بنكون مشغلين الفرن علشان يسخن معانا، يعني اول ما ابتدي اشتغل في الكيك بسخن الفرن. هي ما بتاخدش مننا اي وقت خالص خالص، شايفين الضعف حجمها ازاي، اللون بتاعها اتغير تماما. وطبعا في الوقت ده بنكون مشغلين الفرن علشان يسخن معانا، يعني اول ما ابتدي ان انا احضر الكيك بتاعي بكون مشغله الفرن. هي ما بتاخدش مننا اي وقت خالص خالص، شايفين الضعف حجمها ازاي، اللون بتاعها اتغير تماما. طيب نعرف ازاي ان الكيك بتاعنا اتضرب معانا كويس؟ لما تيجي كده ترفعي المضرب هتلاقي الخليط ثابت ومش بيتحرك من مكانه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وفي الوقت ده حضرت عندي صينية مقاس 20، دهنتها دهنة من الزيت، وبعد كده بطنتها بورق الزبدة، ودهنت ورق الزبدة بزيت، ورفعت الجوانب بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وهنزل بخليط الكيك عندي زي ما انتم شايفين كده، خليط الكيك ناعم وهو ده القوام المظبوط اللي احنا عايزينه. وزي ما قلتلك انا استخدمت صينية مقاس 20، انت ممكن تستخدمي صينية مقاس 24 او 26 على حسب ما تحبي.
وممكن برضه تستخدمي حلة ألمونيوم عندِك، المتوفر عندِك استخدميه يا حبيبة قلبي، بس أنا اخترت الصينية دي لإن أنا هاستخدمها في تورتاية زي ما أنتم شايفين كده، ده شكل التورتاية اللي أنا عملت منها الكيكة، أنا كنت مزيناها بالشوكولاتة وكانت جميلة جدًا، جدًا. سوينا سطح الكيك بتاعنا بالشكل ده وهنخبطها خبطتين كده علشان تطلع كل الهوا اللي فيها، وزي ما قلنا احنا مشغلين الفرن واحنا شغالين في الكيك، هدخلها الفرن وهقول لكم على كل تفاصيل التسوية بتاعتنا. حطيتها عندي على الشبكة اللي في النص، والحرارة عندي من تحت بس على درجة حرارة 180 درجة، وبعد ما بنطفي عليها النار بنسيبها 10 دقايق وباب الفرن مفتوح، مش بخرجها على طول. التسوية بتاعتنا ما شاء الله جميلة جدا جدا، شايفين شكلها وهو ده الكيك المظبوط، مرتفع معايا ما هبطتش، واللون بسم الله ما شاء الله على الجمال، ومش بتحتاج تاخد لون اكتر من كده. قعدت معايا في الفرن حوالي ساعة وربع. بعد كده أنا شِلت ورق الزبدة من عليها زي ما أنتم شايفين كده يا حبايبي، وطبعًا كل فرن بيختلف عن التاني، يعني في فرن حرارته بتبقى قوية ممكن تستوي معاكِ بسرعة، وفي فرن حرارته ضعيفة ممكن تاخد وقت أكتر، وبعد كده أمّا تطلّعيها تعملي لها اختبار كده بالخلة، لو الخلة طلعت نضيفة تبقى الكيكة بتاعتنا استوت وبقت زي العسل. أهم حاجة إن الكيكة بتاعتنا طول التسوية ما بنفتحش الفرن عليها خالص خالص. ما شاء الله الكيكة بتاعتنا جميلة جدًا جدًا، وطبعًا زي ما إحنا عارفين إن كيكة التورت بنسيبها أقل حاجة 12 ساعة قبل ما نقطّعها ونشتغل فيها، وطبعًا ممكن تحطيها في كيس نايلون وتحطيها في التلاجة وبعد كده طلّعيها قطّعيها، يعني مثلًا تعمليها بالليل وتاني يوم تشتغلي فيها وتبتدي إن أنتِ تزينيها، وده شكل الكيكة بعد مرور يوم كامل عليها. هنبدأ بقى إن إحنا نقطّعها، ما شاء الله طريّة ومرتفعة جدًا، ما ينفعش طبعًا تقطّعي الكيك وهو سخن، فبنسيبها على الأقل 12 ساعة أو يوم كامل وبعد كده نمسكها نقطّعها. أنا جِبت السكينة بتاعتي وقطّعتها، أنا عملتها 3 طبقات زي ما أنتم شايفين كده، وعلى فكرة كانت ممكن تعمل معايا 4 طبقات لإن هي ما شاء الله عليها كيكة مرتفعة. شايفين الكيك بقى من جوّه ما شاء الله طريّة جدًا وإسفنجية ولونها فاتح والتسوية بتاعتها مضبوطة، حاجة كده من الآخر. حضّرناها النهارده من غير دقيق اسبونج، عاملينها بدقيق عادي طبعًا زي ما أنتم شايفين المقادير معايا، والمقادير بتاعتها بسيطة وحاجة كده مضمونة 100%، وناجحة معاكِ من أول مرّة. ولو أنتم حابين تشوفوا تزيين التورتة، هاسيب لكم اللينك بتاع التورتة في صندوق الوصف اللي حابب يشوفها، وبكده نكون خلّصنا الفيديو بتاع النهارده. وعملنا أحلى كيك سبونش بدقيق عادي وبأقل مكونات مش مكلفة خالص خالص. وأنا كده خلاص خلصت فيديو النهاردة، يا رب يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا مني ولو بمعلومة بسيطة، ويا ريت اللي لسه ما اشتركش عندي في القناة يدخل بسرعة بسرعة عشان يشترك ويفعل زر الجرس، وما تنسوش اللايك لأن اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو بتاعنا. وأنا بحب أشكر كل حد شجعني وساندني ووقف جنبي لأن لولاكم أنا ما كنتش قدرت أكمل. ربنا يخليكم ليا وما تحرم منكم أبدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.